لكن أقول الله مالك الحمد يا رب. خرج يوميا أدعي ربي أقول يا رب أنت بالرزق للجهلان هذولا، ما دام بنتي قدامي وأنا أتفرج عليهم أيش حتى 5000 أبلع عبي إبرة ذوق. خاطرك مجبور. بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا حياك الله. متاهب والله يا أخي ندور هنا قرابة. بلاستيك يعني صحة. ما شاء الله. بكم تبيع ذا؟ والله يعني ما كذا نستمر من الصباح لين المغرب نبيعنا ب1000 ريال 1500. كم قد جمعت كم؟ والله هذا أنا بدأت قبل شوية. طبعا يا ابا بعد اذنك هذاك يصور صاحبي. أيوة. واحنا معانا مسابقة. أيوة. اسئلة وجوائز. فقلنا يعني بالمرة قد احنا نسألك يعني يمكن انت تكتب على السؤال حقنا. أيوة. مستعد؟ مستعد. من فين انت؟ أنا من حرب. من حرب. من حرب. نازح يعني. نازح من وادي سليمان. حلو ما شاء الله. هذه مصنوعة من ايش؟ من بلاستيك. بلاستيك. متأكد؟ فزت معنا بمبلغ بالي. ما شاء الله جت بالرب السمع. الله المستعان. الحمد لله. والله يا ابني ما خرجت من بيتي الا كنت قلت يا رب سهل لي. ايش رايك اسالك سؤال ثاني؟ سهل. مستعد. طيب بس السؤال ده بلا جائزة. نقبل. لأنك كده موهوب عند الله سبحانه وتعالى. السؤال هو احنا الان وقت الشمس وقت الظهر يعني. وقت الظهر. صلاة الظهر كم ركعات؟ صلاة الظهر كم ركعات؟ 4 ركعات. 4 ركعات. 4 ركعات. متأكد؟ ألف مبروك ربحت معنا جائزة ثانية. السؤال البسيط هذا جاوبت أنا من صدق ولا تضحكوا علي أنتم؟ لا والله ما نضحك عليك يعني إنها جائزتك. والله العظيم إني قدام ضل الشغل إني ما يبي جاني طبعا محلت كلها اللي جبت على جيش وماتت علي في مستشفى ثورة. ماتت اليوم على غايب أدور فيها القرابة عشان على حق الطريق. لكن أقول الله مالك الحمد يا رب. خرج يوميا أدعي ربي أقول يا رب أنت بالرزق للجهلان هذولا، ما دام بنتي قدامي وأنا أتفرج عليهم أيش حتى 5000 أبلع عبي إبرة ذوق. يعني بنتك ماتت وأنت ما فيش معك 5000 ريال؟ ما فيش معي 5000 أهلي جاء من كل أنا قبل يا أخي جمل بي عند الله أجر يقول لك أنا ما فيش معي طفيان اليوم وأنا أتفرج عليهم اللي عيوني تقطر في المستشفى. نصلي الفجر ولا ورق نطلب الله على الدقاقة لا كما هي ما فيها. لكن الحمد لله نقول حلال بحلال ما نجاش أي حاجة نمدلها بحرام. كنت تجري وكل حاجة وتبكي دموعك يعني تقطر دموعك في المحلات وعلى الماء لأجل لقمة عيش بالأطفال. أخوك اليوم لما أي حاجة تقول له قبل البليغة يقول لك يا أخي روح لك أنت قال لك يا أخي ما عندي أي حاجة بك صرف نفسك. خلاص على كل الناس نصرف فلوسنا في الكماين البنين ياكلوا لقمة عيش. أنت يا أبا إنسان صابر ومتحمل. الحمد لله. ربي يسخر لك كل خير. تعال. اللهم صبرنا على كل حاجة إن شاء الله بإذن الله. طيب بعد إذنك يا أبا ممكن تطلع معنا تورينا البيت؟ يلا الله أكبر. بسم الله. طيب ممكن تطرق لنا بقى ندخل معك؟ طريق يا بنات طريق. يعني بيتك ذا هو كاملها؟ فكرنا نستأجر بيت لكن ما أعطاناش يقول لك الإيجار كذا ما نقدرش عليه يا أخي. إذا كنت على قلبة كيف تقدر على إيجار بيت؟ لما يقول لك 50 ب 35 ب 20 وأنت على قلبة ما تقدر تكفيه بمصاريف بني. طيب أنا بزيدك سؤال ثاني ومعنا لك جائزة وبنرجع لك يوم ثاني. الله خير. في ليلة مميزة في شهر رمضان ما اسمها؟ ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة فيها من الروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. مشاهدينا الكرام ليلة القدر خير من 1000 شهر. سنعود إن شاء الله. نراكم على خير. بقدر الصبر والتحمل يكون الجزاء والعطاء. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. يا حاج علي السلام عليكم. آخر مرة لما جينا عندك سألناك سؤال صح؟ تفضل. وقلنا لك الجائزة بعدين صح؟ إن شاء الله. طبعا جائزتك كانت ماكينة خياطة. تجي يعني في وقتها. أجت في وقتها. الحرمة تخيط. أيوة. وحنا نستفيد منها الخياطة. ما شاء الله. كم معك عيال أنت؟ ناكل ونشرب معي 5 أنفار. بس معنا مشكلة بسيطة، الماكينة هي في بيت من بيوت الحارة هنا. أيوة. نشتي لو معك موتور مثلا أبو 3 كفرات ولا تعرف حد. أيوة. نروح بعدها ما رأيك؟ والله يا أخي بالنسبة للمترات هذه ماشي عندنا موتور ولا عندي معروف يعني عنده أبو 3 كفرات. خلاص نمشي للشارع نشوف أي واحد. إن شاء الله. يلا بسم الله. المشاور غالي، هذا الموتور يقول لك ما أدري بكم طريقة. يعني المشاور غالي. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. يا أخي نشتيك في مشوار. على طول. معانا ماكينة خياطة في واحد من البيوت هنا نشتي نروح نجيبها ما رأيك؟ 3000. قال لك 3000. والله يا أخي غالي شفت كيف؟ الموتور غالي بكم اشتاها بكم؟ جاب لك 1005. أي خارج 50 أي خارج. أي خارج. لا حول ولا قوة. خلاص ندور غيره. يلا خير. يلا بسم الله. اطلع.
يعني لو انت معك موتور اشترفك بالناس ضروري تكت لك مكس لون. ضروري. الله سبحانه وتعالى يقول انا اعطيتك وانت اعطاني انا اعطيتك. ايوه حلو. لا انت بتعرف الحاره ما تتحرك. ايوه خلاص بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا ده البيت حق واحد صاحبنا واحنا كان الماكينه فيه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الماكينه اللي نشتيك تحملها. هذه الماكينه حقي؟ ايوه حقك. ما شاء الله تبارك الله. اجل في وقتها مناسب. الحمد لله. طبعا انت قلت معك 5 بنات. اي والله. والمراه كان الحرمه دي تتمنى الماكينه. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. صلي على رسول الله. طبعا انت قلت لي انتم جالسين داخل العشاء ديك. داخل حق الناس كل اليوم برا يعني يدورون في النهايه يطلعون لنا منها. ما فيش اي واحد منهم يقول لي يا اخي تفضل على بنيك. الله دخلهم في المكان. ما حد يجي يقول لك شيل عيالك وتعال تخبى من المطر. ما حد يجي يقول لي شيل. وليش ما تستاجر بيت؟ تخبى من العيال. ما في زلط. صلي على رسول الله. تعال شاورني. هذا البيت استاجرناه لنا طبعا. تعال شوف. هذه غرفه ما شاء الله. واشترينا لها اسره وبينها طاقه شمسيه كهرباء. تعال شوف. لما استاجرنا البيت ده ما كانش فيه السله الغذائيه هذه والادوات حق المطبخ. تعال اقول لك الان حاجه. طبعا البيت ده احنا استاجرناه تمام بس ما استاجرناش لنا. استاجرناه لك انت. هذا كله استاجرتهم لي انا. والله مشاني. والله من شان. عاد انا اقول لك حاجه. معانا لك هديه اضافيه. مصاريف رمضان تمام. مصاريف رمضان ومصاريف العيد بنجيبها لك. انت بالله يا اخي تمزح ايه ولا هذا؟ الان بنمشي احنا وانت للبيت تمام. اشتيك تبز العائله وتبز العفش وتجي هنا تمام. طبعا الكراسي الفرش السله الغذائيه الماكينه الطاقه الشمسيه طبعا دي كلها مش تبع صاحب البيت. يعني تبعي انا؟ تبعك انت. الحمد لله ربنا. بس حافظ لصاحب البيت على بيتك. الله ما لك الحمد يا رب. انزل يا انطر انزل. احنا الان ايش بنسوي؟ بعد البيت ننقله. اجيت بعد البيت ننقله. بعد البيت ننقله. جزاك الله خير. صلى على النبي. اللهم صل وسلم عليه. ليش تركي الان؟